تاريخ المغرب غني ومعقد، حيث تمتد جذوره إلى العصور القديمة مع تأثيرات مختلفة من الفينيقيين والرومان والعرب. في القرون الوسطى كان المغرب موطناً للعديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك الدولة المرابطية والدولة المرينية. في القرون الأخيرة شهد المغرب تأثير الإمبراطوريات الأندلسية والعثمانية. في القرن العشرين عرف المغرب فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، واستقل في عام 1957. بعد الاستقلال شهد المغرب تحولات اقتصادية واجتماعية، وأصبح ملكية الملك محمد السادس، وسياساته ذات تأثير كبير. المغرب يحافظ على تنوع ثقافي ولغوي وديني، وتعتبر مدينة فاس ومدينة مراكش مراكزا تاريخية هامة. في الفترة الحديثة أجرى المغرب إصلاحات سياسية واقتصادية، وشهد تطورا في مجالات التعليم والصحة. كما لعب المغرب دورا في تعزيز التعايش الثقافي والديني في المنطقة. على الصعيدين الإقليمي والدولي يلعب المغرب دورا في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ويحتل مكانة هامة في الشؤون الإسلامية. كما تقوم المملكة بدور فعال في التعاون الاقتصادي والسياسي مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين. تظل القضايا الاقتصادية والاجتماعية تحديات مستمرة، ولكن المغرب يسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة مواطنيه. في السياق الثقافي يتميز المغرب بتنوعه الفني والأدبي، حيث تعكس الفنون التقليدية والمعاصرة تراثا غنيا. الأدب المغربي يشمل أسماء بارزة مثل الكاتب الراحل الطيب صالح والشاعر أحمد السكتاني. تمتلك المرأة المغربية دورا مهما في تطور المجتمع، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. يعتبر التراث الغذائي المغربي مميزا، وتعتبر الأطباق مثل الطاجين والكسكس والحريرة جزءا لا يتجزأ من تجربة المطبخ المحلي. على الصعيد الطبيعي يتمتع المغرب بتنوع جغرافي يشمل الجبال والصحارى والشواطئ، مما يوفر للزوار فرصا للاستمتاع بتجارب سياحية متنوعة. هذه نبذة قصيرة عن بعض جوانب تاريخ وثقافة المغرب. من الناحية الاقتصادية تمثل طنجة أيضا موقعا لمجمع صناعي كبير يعرف باسم طنجة المتوسط، والذي يجذب الاستثمارات الوطنية والدولية. يشمل ذلك مناطق حرة صناعية وميناء طنجة المتوسط، والذي يعتبر من بين أكبر الموانئ في المنطقة. هذا المجمع يعزز النشاط اللوجستي ويسهم في تعزيز التجارة والصناعة. من الناحية السياحية يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى تجربة الطهي المحلي واستكشاف الطبيعة الساحرة المحيطة بالمدينة. من الناحية السياحية تعتبر طنجة واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في المغرب، تجمع بين جاذبيات الشاطئ والتاريخ، حيث يمكن للزوار استكشاف المدينة القديمة المليئة بالأزقة الضيقة والأسواق التقليدية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية مثل قلعة الكسبة. اقتصادياً تشهد طنجة نمواً اقتصادياً ملحوظاً، خاصة بفضل التطورات في القطاع الصناعي واللوجستي. توفر الميناء الكبير في المدينة روابط ملاحية حيوية، مما يجعلها مركزاً هاماً للتجارة والنقل البحري. كما تشجع المملكة المغربية على استثمارات في مشاريع تنموية تعزز التنوع الاقتصادي وتعزز دور المنطقة.